شبابنا مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. كنت قايل لكم من بدري جدا ان عايز اعمل فيديو عن المنهوات اللي بحبها من ريدايس ستوديو او المنهوات اللي نشرت تحت اسم ريدايس ستوديو. لو ما شفتش فيديو الشورت بتاع ريدايس ستوديو شوفوه هتفهموا منه قصدي ايه، بغض النظر يعني عن ان في منهوات هي فعليا من انتاج ريدايس ستوديو عادي جدا. بس المهم دلوقتي ان واحده من اكتر المنهوات اللي بحبها لريدايس ستوديو مع اعترافي الكامل بانحدارها هي منهوة اوفر جير. علاقتي باوفر جير بدات من منطلق البطل المختلف. الراجل في عالم لعبه مش هدفه يبقى الاقوى، مش هدفه يبقى الاجمد، الراجل كان هدفه من الاخر يعمل اسلحه وفلوس، وكانت بتقدم لي عدد كبير جدا من الشخصيات المميزه اللي بتخليني اتعلق بيها، واحداث ما اقدرش اقول انها سيئه، لا خالص، احداث ممتازه جدا. القصه بتتكلم عن شخص في لعبه واقع افتراضي بيكتشف فئه مخفيه وهي فئه الحداد الاسطوري، وبتبدا قصته من هنا. بس الحقيقه يعني انا عامل لها دروب تقريبا من بعد ارك البطوله اللي كان فيه الشخص الروسي اللي والدته مريضه ده، بعدها بكام ارك الاحداث كترت بشكل مبالغ فيه بدون سابق تمهيد، بدون سابق انذار، وكلهم اقوياء جدا بدون اي مبرر. ارك الصحراء ده وارك الجماعه اللي بيعيشوا تحت الميه كلها اركات بتظهر مره واحده بدون مبرر، بدون اي داعي، وتطويل بشكل مبالغ فيه. وكمان هي مكمله اكتر واكتر، الروايه اكبر بكتير جدا من اللي وصلت له المنهوه، والبطل نفسه هدفه انه يجمع فلوس، ده كان البدايه بس مش اكتر. هو بعد كده بقى هدفه انه يبقى الاقوى عادي جدا زي اي بطل من ابطال المنهوات. بس مع ذلك هي الصراحه ليها معزه كبيره في قلبي. عملت لها دروب وعلى الاغلب مش هكملها تاني، بس برضه ما اقدرش اقول اني بكرهها. هي بقت في المنطقه اللي ليها ذكريات حلوه معاها، ومش عايز اكرهها ومش عايز ارجع اشوفها تاني الصراحه عشان ما اكرههاش. انما اللي عمرها ما هتدخل المنطقه دي نهائيا هي ميست مايت مايهم، افخر واجود ما اخرجه ريدايس ستوديو. انا كفارس لو تسالني عن العمل المفضل ليا عند ريدايس ستوديو فهو ميست مايت مايهم، وكمان هي الافضل بدون منازع في السلسله بتاعتها كلها. نانو ماشين اللي واخده شهره وهايب كبير ما تحلمش نهائيا انها تقرب من مستوى ميست مايت مايهم، مع انهم من نفس الكاتب ونفس العالم. عايز قصه حماسيه موجود، عايز قتالات موجود، عايز بطل سيكوباتي مزوخي عبقري ابن جزمه موجود وبكفاءه عاليه جدا، وكل ده مع احداث متقدمه بشكل سلس جدا. نادرا قوي ما تلاحظ ان المنهوه دي بتمط او بتطول في حدث زياده عن اللزوم، لا خالص، المنهوه ماشيه بنسق سلس جدا سرديا ومنحنى تصاعدي في قوه وجوده الاحداث. وبما اني شخص قاري الروايه فاللي ظهر في المنهوه لحد دلوقتي هو لا شيء مقارنه باللي جاي. هو اوريدي لو انت شفتوا فيديو تاريخ الطائفه الشيطانيه فانت هتعرفوا كويس جدا ايه اللي جاي. وبغض النظر عن ان سبب شوفي للمنهوه دي هو حب للعالم والتاريخ بتاعها، انما المنهوه اللي بعدها شفتها بالصدفه واللي هي A Returns Magic Should Be Special. المنهوه دي علاقتي بيها غريبه جدا، انا عرفتها في الفتره الاخيره لما بدات اشوف الموسم الثاني من انمي البدايه ما بعد النهايه، وشفت الانمي بتاع المنهوه دي في نفس الفتره. جه قدامي بالصدفه وانا بقلب وقلت اشوف معاها وخلاص، تقضيه وقت مش اكتر. والمفاجاه ان شتان الفارق بين مستوى الانميين. انمي البدايه ما بعد النهايه كان سيء جدا، وعلى العكس الانمي بتاع المنهوه دي كان لذيذ وشدني وخلاني اروح اشوف المنهوه بتاعتها. وما اقدرش اقول انها اعظم منهوه في الكون ولا اسوأ منهوه، لا خالص، هي منهوه لذيذه حلوه ما فيهاش التعقيدات الكتير ولا المبالغات الاوفر ولا الاسقاطات او السقطات الكتير قوي اللي تضايق. برضه هي بتلعب في المنطقه اللذيذه المسليه اللي مش هبهرك ولا هضايقك، وده اللي خلاها تخش ضمن قائمه المنهوات اللي بحبها من ريدايس ستوديو. انما اللي عمرها ما هتلعب في منطقه اللذيذ منه خالص دي هي باد بورن بلاد. اوريدي انا رشحتها لكم في اول فيديو ترشيحات شهريه، وقلت لكم ان ثقتي في المنهوه دي كان بسبب الروايه وريدايس ستوديو، والاثنين كانوا على قد ثقتي. المنهوه مكمله بشكل قوي جدا، مكمله بنفس التعقيدات النفسيه، بنفس الاحداث المجنونه، بنفس العالم الغريب والمبهر. باد بورن بلاد مش شبه اي منهوه تانية من ريدايس ستوديو، هي فئه وتصنيف وشكل وعالم مختلف كليا عن كل اعمال الاستوديو. عالم تكنو ديستوبيا بائس جحيمي، وما قدامكش فيه غير حلين، انك تبقى جزء من النظام المستبد المسيطر او تبقى جزء من المعارضه اللي هي اصلا مسرحيه بيديرها النظام المستبد الظالم، وتدخل في معركه هزليه هي في الاصل مدبره مع بطل مختلف جدا. بطل هو نفسه عباره عن صراع داخلي ما بين الوقوف مع الحق او تسلق مراتب السلطه والنفوذ والخروج من القاع اللي هو اتولد فيه. باد بورن بلاد عموما هي واحده من مفضلاتي في انتاجات ريدايس ستوديو. وعشان بعد كده ننتقل من جوده الانتاجات للذكريات مع تيلز اوف سكرايب وريترايس تو ذا كاونتري سايد. المنهوه دي تجربتي معاها هي كلها ذكريات، مع اني ما كملتهاش، بس فاكر كويس قوي التجربه اللي هي اديتها لي. كانت منهوه عارف انت كده مبهجه، انا ما شفتش غير بدايتها بس تقريبا، اللي هو كان بدا الرحله بتاعته مع الفنان القتالي، ودي كانت نهايه الفصول من وقت ما شفتها، وبعدها نسيتها خالص وما كملتهاش. ولما بدات احضر للفيديو ده افتكرتها، فالصراحه ما اقدرش اجزم لكم جودتها دلوقتي عامله ازاي. اللي شافها لحد دلوقتي يقول لنا تحت ايه الدنيا، انما اللي اضمنه لكم هو جودتها في البدايات، هي جوده محترمه جدا، ومن ضمن الحاجات اللي حبيتها من ريدايس ستوديو، وناوي بعد ما اخلص
اللي ورايا ارجع اشوفها تاني، بس اللي مكملها لحد دلوقتي هي ذا انفينيت ميج. اظن ان كلكم عارفين سبب حبي للانفينيت ميج، الماجيك سيستم بتاعها، واحده من افضل المنهوات اللي بتقدم ماجيك سيستم صلب وقوي ومتماسك. ولكن في بدايتها، فيما بعد مع دخول الفئه الخالده وانتقال العوالم ابتدى الموضوع يشت اكتر عن نظام السحر الصلب اللي كان في بدايه المنهوه، وابتدينا ندخل في تجاهل تام للاساس والبنيه الصلبه اللي اتبنت في البدايه، غير ثغرات كتير جدا في الحبكه، وشخصيه البطل نفسها مش نوعيتي المفضله. لا، نوعيتي المفضله ايه؟ البطل بتاع المنهوه دي. بس الماجيك سيستم بتاعها الصراحه كان ممتع جدا بالنسبه لي في البدايه، الامر اللي خلاني حاططها في حته كويسه نوعا ما من انتاجات ريدايس ستوديو. وعلى سيره اللي اتكلمت عنه في القناه، ففي برضه ذا ارك ماجي ريتيرنز افتر 4000 بدر ييرز، او ذا جريت ماجي ريتيرنز افتر 4000 بدر ييرز برضه. وزي ما قلت لكم في فيديو الترشيحات الشهريه، المنهوه مش هتبقى مقبوله لناس كتير جدا بسبب حاجات معينه فيها، انما فكره ان انت تخلص قصه تدخل بعدها على قصة أكبر في عدد عوالم أكبر بالنسبة لي كانت مبهرة جدا. احنا خلصنا من قصة مين، كملنا بعدها على قصة تانية أكبر بعدد شخصيات أكبر وفيلنز أكتر، وطبعا أسلوب رسم مذهل جدا. بالنسبة لي دي ممكن تكون واحدة من أكتر منهوات ريدايس ستوديو اللي بحب رسمها. في ثغرات كتير جدا في الحبكة هتقابلها في المنهوة دي، والكاتب هيلجأ لحل إيريس اللي أنا كفارس كنت شايفه تكاسل وفشل من المؤلف في تفسير الحاجات دي، فلجأ للحل السهل، الشخص اللي بيقود ويعد الأمور من الخلف. بس في المجمل هي منهوة من الجيدة إلى الجيدة جدا، ولسه برضه لحد دلوقتي محتفظة بمكانها ضمن المنهوات اللي بحبها لريدايس ستوديو. وخلينا نخرج من الجد شوية ونخش على الحاجة الخفيفة، رانكر ريتيرن، منهوة من نفس نوعية اوفر جيرد عموما، لعبة عالم افتراضي. بطل المنهوة كان أفضل لاعب في العالم في اللعبة دي قبل ما يمسح الأكونت بتاعه لمدة سنتين، وبسبب احتياجه للفلوس رجع تاني للعبة، وبيستغل معرفته ومهارته في اللعبة عشان يزود قوته ومستواه. المنهوة عموما خفيفة جدا ولذيذة، انت هتقراها وانت مش شاغل بالك بحبكة وبأحداث وأبعاد نفسيه والكلام ده كله، لا خالص. انا كنت بقراها تسليه وتقضيه وقت بس مش اكتر، وتعاملي معاها طول عمره كان في المنطقه دي. انا لا حاطط ليها توقعات عاليه جدا ولا مستناها تبهرني، هي طول عمرها بالنسبه لي كانت المنطقه اللي بقضي فيها وقت وبتضحكني في بعض الاوقات، والبطل والدبدوب بتاعه كانوا مسليين جدا بالنسبه لي. هي كعمل مد جدا الصراحه، بس في النهايه انا بحبها. عشان نسيبها ونرجع للتقيل تاني، ذا وورلد افتر ذا فول. مقدما كده العنوان كليك بيت عشان تبقى عارف، يعني العنوان مضلل شويه، وفي البدايه بتاعتها هتحس انك داخل من نص القصه حرفيا، مفيش شرح كافي للباك ستوري بتاع العالم ولا شخصيات، بس كل ما بتكمل اكتر واكتر كل ما الرؤيه تبقى واضحه بالنسبه لك وتفهم اكتر عن العالم بتاع المنهوه دي. اي نعم فيها كليشيهات معتاده جدا زي البطل اللي بيظهر في اللحظات الاخيره عشان يعمل التدخل الفاجر الداعر اللي مفيش منه اتنين، ودي مش في المنهوه دي بس، عموما يعني ده كليشيه متوقع من اقوى واهم الاعمال عادي جدا. القصه بشكل عام بتبدا بداية مثيرة للاهتمام، والنسق بتاعها بيتصاعد اكتر واكتر مع تتابع الاحداث، وانا بحبها لسببين. اول سبب انها بتاخد بناء مش مباشر، هي مش هتيجي في وشك تقول لك خد التفسير خد الحل خد الباك ستوري بسرعه، لا هي واخده راحتها في البناء، وانها مش منهوة ابراج مباشره. احنا مش كلنا بندور حوالين البرج وعالم البرج ويلا بينا نطلع البرج ووحوش البرج وجهاز البرج واسانسير البرج والكلام ده كله. البرج عامل مؤثر ومهم فيها، بس هو في عالم بره البرج البطل بيخرج له يعتبر في بدايه القصه وبنستكشفه. والسبب الثاني والاهم بالنسبه لي هو انها كمان مرتبطه ارتباط كبير جدا بواحده من مفضلاتي ومن اعظم انتاجات ريدايس ستوديو، اومنيشنت ريدر فيو بوينت. الاثنين بيدوروا في نفس الكون المتعدد، وحصل اشارات كتير جدا لكيم دوجا في ذا وورلد افتر ذا فول، والاثنين كمان من نفس الكاتب، وده اللي هيخلينا نروح للمركز الثاني عندي من انتاجات ريدايس ستوديو، اومنيشنت ريدر فيو بوينت. مين بيكره اومنيشنت ريدر فيو بوينت؟ مين الجاحد اللي يقدر ينكر جوده المنهوه دي؟ السبب الوحيد اللي بيخليني ما احطهاش في اكتر انتاج لريدايس ستوديو محبب الى قلبي هو حبي انا الشخصي كفارس لعالم المورم، اكتر بكتير جدا من عالم اومنيشنت ريدر فيو بوينت اللي شبه عالم الابراج بشكل ما. بس بغض النظر خلينا نتكلم عن البطل كيم دوجا، راجل طبيعي متزن. انا مش البطل اللي هنقذ الجميع ويحيى الحب والسلام والعبط ده كله، ولا انا الاورا الكاريزما فشخ اللي هبص عليك بطرف عيني وارد ردود بارده عشان انا اوفر باور وما عنديش مشاعر لا خالص. كيم دوجا راجل طبيعي جدا، اوقات بيختار الصح واوقات بيختار الغلط، اوقات بيبقى كوميدي وفي المواقف الجد بيبقى جد، اوقات تخطيطاته بتصيب واوقات بتخيب وتغير وتلعب في المستقبل، الشيء اللي البطل بنى عليه قوته ومعلوماته كلها واللي كان سبيله الوحيد في النجاه. اكتر حاجه كمان هتلفت انتباهك وتحببك في المنهوه دي هي الشخصيات الثانويه. الشخصيات الثانويه هنا مثيره جدا، نادرا ما هتلاقي شخصيه ثانويه شبه الثانيه، كل شخصيه ليها مميزاتها وجوانبها وعيوبها المختلفه جدا عن الشخصيه الثانيه، والكاتب كمان مقدر ومحترم جدا الشخصيات النسائيه
نسائيه، في رول كده معين للشخصيات النسائيه مش بتخرج منه في 90% من الاعمال، واظن انا وانت وكلنا عارفين كويس الرول ده ايه، والرول ده يكاد يكون منعدم هنا. مش هتلاقي شخصيه نسائيه خدامه وحريم الملك من الاخر، وده اللي انا فاكره على حسب ذاكرتي. ممكن تكون ظهرت شخصيه مره واحده وانا مش فاكرها، بس بالكتير قوي ممكن تحصل مره واحده، وانا مش فاكر نهائيا ان كان في شخصيه نسائيه بالتصنيف ده في هنا في المنهوى. وغير كده بقى القصه بقى يا معلم فعيش، انت بتدخل في قصه في نهايه عالم وبقاء، مع وجود كيانات عليا بتتحكم في الابطال عشان يتسلوا ويراهنوا عليهم، ومهمات الهدف منها هو النجاه، ومفيش فيها رحمه نهائيا. بناء العالم نفسه مذهل الصراحه. القصه هنا مش هتدور في عالم واحد، لا احنا في عوالم متعدده، كل عالم ليه تاريخه وشكله ونمطه والباك ستوري بتاعته. الكوزمولوجي بتاعت المنهوى دي لوحدها اصلا محتاجه فيديو لوحده. بفكر اوريدي ان انا اعمل لها فيديو في سلسله دليلك الشامل، لو حابين حاجه زي كده قولوا لي برضه تحت في الكومنتات. المهم يعني امنيشن تريدر فيو بوينت هي دور تاج انتاجات ريدايس ستوديو، بس المنهوى اللي بعدها هتخلينا ننزل في الجوده شويه، وهي ذا ريتيرن اوف ديزاستر كلاس هيرو. وعشان ابقى صريح معاك القصه مد شبه النوعيه دي من القصص، البطل اللي بيتغدر بيه من صحابه واللي بيعتقدوا انه مات بس بيطلع عايش وبتبدا رحلته في الانتقام منهم. قصه عاديه جدا ومكرره، ومع التطور في الاحداث بتبدا تبقى سيئه. بس واحده من اكتر الحاجات اللي بحبها في المنهوى دي عموما اكتر من القصه هي شخصيه البطل قوي فشخ بس تعبان في دماغه. هو جد في وقت الجد، بس بيجي اوقات ويمارس العته الفكري ويترول، وده انا بحبه عموما. اديني وقت الجد هزل عادي جدا وهتلاقيني معاك. يعني على سبيل المثال واحد من اللي هينتقم منهم الطبيعي والمفروض انه يموته مثلا، لا هو هيعمل له سبانك. بس ده كان في البدايه. فيما بعد مع تطور الاحداث البطل بتبدا تتغير نوعا ما شخصيته، وغروره بيزيد اكتر. زي ما تقول كده الشخصيه اللي بداها الكاتب بدا يتدخل فيها اكتر واكتر ويبوظها. وانا مش هقدر انكر اني حاليا ما اقدرش ارشحها، بس ما اقدرش انكر برضو ان بطل المنهوى دي ليه معزه في قلبي بيخليني احط المنهوى دي من ضمن انتاجات ريدايس اللي بحبها. بس كجوده فلا الصراحه. وهنا اكون اتكلمت عن المنهوات اللي بحبها. في منهوات بقى انا لا بحبها ولا بكرهها، هي في منطقه رماديه جدا بالنسبه لي، زي ريفنج اوف ذا ايرون بلادد هاوند وتومب رايدر كينج. الاثنين بالنسبه لي شويه بيدرجوا من درجه الكويس للمقبول، بس علاقتي بيهم لا حب ولا كره، هم في النص عشان نخلص منهم ونروح على اللي بكرههم. واحده من اكتر المنهوات اللي ما بحبهاش لريدايس ستوديو رغم حبي الكبير جدا للعالم بتاعها هي منهوى اساسن كريد فورجتن تمبل. انا واحد بعشق عالم اساسن كريد، انا بيك فان للالعاب من زمان، انا بلعب العاب اساسن كريد من اكتر من 15 سنه، فالعالم ده من العوالم المحببه لقلبي. بس المنهوى مش كويسه بالنسبه لي الصراحه. هو فكره تحويل اساسن كريد لمنهوى اصلا ما كانتش مثيره قوي للاهتمام عندي، بس قررت اني اشوفها. ما اقدرش انكر ان القصه كجانب قصصي كويسه جدا. المنهوى بتكمل قصه ادوارد كينواي، والقصه هي اساسن كريد لور قلبا وقالبا، بس التنفيذ بقى مش عارف اعبر عنها ازاي الصراحه. بس ما كانتش مستصاغه بالنسبه لي، ما كنتش متقبلها. انا متعود على اساسن كريد الالعاب، متعود على الباركور، متعود على صوت القتل المتخفي، انما جوه المؤثرات وبوم وطخ ووش واندفاع اللي ماليه البانرز دي ما كنتش مستريح معاها. حاجه كمان الصراحه كانت مضايقاني شويه، وهنا انا هحرق، فلو انت متضايق من الحرق اعمل سكيب للجزء ده وروح للجزء اللي كاتبه لك على الشاشه. المنهوى قللت بشكل كبير جدا من قيمه ديزموند. لو انت لعبت اللعبه فانت اكيد عارف ديزموند مايلز، واحد من الشخصيات المحوريه ذات القيمه الكبيره جدا في عالم اساسن كريد عامه وشركه ابستيرجو خاصه، لانه بينحدر من سلاله من اهم الاساسنز زي التاير وايزيو وادوارد وكونر وبعض فرسان الهيكل، بالاضافه لشخصيات تاريخيه مهمه. ودي كانت قيمه كبيره جدا لديزموند بالنسبه لشركه ابستيرجو، لانهم بيقدروا يوصلوا لذكريات الشخصيات دي عن طريق ديزموند، وده اللي كان عامل لديزموند قيمه كبيره جدا كشخصيه. بس المنهوى عملته عن طريق نوا كيم بطل المنهوى في العصر الحديث قلل من قيمه ديزموند بالكامل، لانه اوريدي بينحدر برضه من نفس الشله دي كلها. عادي جدا انهم يبقوا قريب من بعيد والكلام ده كله، وانهم ينحدروا من نفس الاشخاص، بس انا كفارس حسيت بالاهانه نوعا ما لقيمه شخصيه زي ديزموند. هنا هم قللوا من قيمته، اللي هو على فكره ديزموند ده مش استثناء، لا عادي في زيه كتير جدا، ومش الشخصيه القيمه قوي اللي احنا قدمناها لك في الالعاب، والموضوع ده كان مضايقني الصراحه. بس عموما المنهوى كجوده وقصه وسرد هي محترمه جدا الصراحه، بس انا كفارس ما كنتش حاببها
الاسباب اللي انا قلتها لك دي. والمفاجاه الكبرى بقى طبعا سولو ليفلينج. محدش فينا يقدر ينكر قيمه سولو ليفلينج كمنهوى، كان السبب كبير جدا في دخوله ومعرفه ناس كتير جدا مننا بعالم المنهوى ده كله اصلا. انا عرفت يعني ايه منهوى او عالم المنهوى ده كله بسبب سولو ليفلينج. بس لما تتعمق اكتر واكتر في العالم وتقرا قصص اكتر واكتر بتكتشف قد ايه سولو ليفلينج منهوى سطحيه سخيفه مليانه عيوب وخرام، وبتفتقر لحاجات كتير جدا من عوامل بناء عالم قوي ومتماسك. منهوى احاديه المنظور مع بطل احادي الجانب. الكاتب حتى ما بيحاولش انه يحط صعوبات للبطل، لا كله سهل، كله مقدور عليه، كله بيتقدم بدون دوافع، بدون مغزى، بدون محاوله في تقديم قصه اصلا لاي شخصيه ولا اي شرير. احنا هنركز بنسبه 99.9% على سونج جين وو، والباقي هم مجرد شخصيات ابيض واسود مش موجودين في الفوكس بتاع الصوره الكامله للمنهوى اصلا. وكل ده شيء، وسطحيه سونج جين وو نفسها شيء تاني لوحده. اظن اللي عارفيني من زمان من فيديوهات مقدار القوه تحديدا عارفين العلاقه بيني وبين سايتاما عامله ازاي. بس لو هتحط سايتاما كشخصيه في كفه وسونج جين وو في كفه، انا مليار في المية هختار كفه سايتاما. سايتاما شخصيه ليها جوانب مختلفه، انا في وقت الجد جد ووقت الهزل هزل، مع العلم ان سايتاما شخصيه متقدمه بشكل كبير جدا كشخصيه هزليه اصلا، بس مع ذلك سايتاما شخصيه ليها جوانب كتير جدا عكس سونج جين وو، الشخص اللي بدايته كان شخص ضعيف بيهزر ويتريق على ضعفه، بس مجرد ما امتلك القوه بقى شخصيه احاديه حرفيا. انا بطل بارد كول، بتكلم كلمتين بالعدد، انا عندي اورا وهاله، انا ما بحاولش اهزر عشان اكسر من حده اي حاجه. يعني على سبيل المثال، هل عمرك شفت جانب زي جانب التخفيضات والتسوق بتاع سايتاما عند سونج جين وو؟ استحاله انك تشوف الجانب ده. احنا مش هنكسر الهاله والاورا اللي حوالين سونج جين وو الكول فشخ بتسوق وناموسه زي سايتاما، وده غلط كبير. وحاجه كمان انا ما بحبهاش في المنهوى، الكل بيدور حوالين البطل، حتى الشخصيات الثانويه اللي بتبرز لعدد قليل جدا من الفصول بتختفي بالكامل قصاد عامل قوه سونج جين وو اللي متفرد ومسيطر في المنهوى دي دونا عن حاجات كتير جدا تانية. الحاجه الوحيده اللي ممكن اديها نقطه ايجابيه لسولو ليفلينج هي اول 10 فصول. اول 10 فصول من سولو ليفلينج كانوا نواه لشيء مذهل، بس للاسف اظن كلنا عارفين الدنيا راحت فين. سولو ليفلينج عموما كمنهوى هي بتقدم رسم مبهر، معارك كتير جدا، انما تطور قصه، تطور بطل، تطور شخصيات صفر. ما اقدرش انكر ان سولو ليفلينج هي بايونير في العالم والتصنيف ده. سولو ليفلينج هي الاساس اللي شهر التصنيف ده كله، بس هي بتفتقر لحاجات كتير جدا جت منهوات بعدها عدلت الحاجات دي اللي هي مفتقراها وتفوقت عليها كمان. اللي مضايقني بجد انها استمرت زي ما هي حتى في التكمله بتاعتها، واللي هي سولو ليفلينج راجناروك. المنهوة دي من كتر ما هي كوبي بيست سولو ليفلينج وما تمش اضافه او معالجه اي مشكله من مشاكل سولو ليفلينج، فانا وقفتها تقريبا من وقت ما وصلوا للتمساح اللي شبه سوبك ده. انا ما قدرتش اكمل، انا بشوف سولو ليفلينج هي بس مع ابنه، وتكمله مع سولو ليفلينج كلونز، فبرضه اي ام ذا ماكس ليفل نيوبي انا ما بحبهاش. وخلينا اعترف برضو ان المنهوة دي انا ظالمها لسبب يكاد يكون تافه جدا بالنسبه لي وبالنسبه لك كمان. هو انا في حاجز نفسي كبير بيني وبينها. المنهوة دي وقت نزولها لو انا ذاكرتي شغاله كويس فكانت وقت ما بين اخر المتوسط وبدايه النهايه في سولو ليفلينج، وكان بيتم التسويق ليها في قلب فصول سولو ليفلينج نفسها، وانها البديل بتاع سولو ليفلينج، وانها زي سولو ليفلينج بالظبط والكلام ده كله. واول كام فصل قريته ليها حسيتها تقليد مبالغ فيه لسولو ليفلينج، حسيتها استنساخ وما عجبتنيش، ومن ساعتها انا ما كملتش فصل واحد منها. ناس كتير بتقول انها كويسه جدا ومختلفه عن سولو ليفلينج، بس انا الحاجز النفسي زي ما قلت لك والانطباع الاول عنها مستمر لحد دلوقتي. هي منهوة اتعملت من نفس استوديو سولو ليفلينج عشان تبقى شبه سولو ليفلينج وتاخد شويه نجاح بنجاح سولو ليفلينج، وعشان كده ما بحبهاش. عارف ان من الانصاف ان اديها وقت اكتر واحكم عليها حكم كامل، بس في حاجز بيني وبينها مخليني مش قادر اتقبلها ولا اديها فرصه. بس لو دي مش هديها فرصه فاللي بعدها انا مكملها فصل بفصل، واللي هي نانو ماشين. بغض النظر عن حب الكامل لعالم نانو ماشين كعالم، وعالم غطى عالم المورين بشكل كامل جدا، بدايه من الزمن القديم عصر الحروب والصراعات وعدم استقرار العالم، لعصر المورين المعروف بالطوائف الصالحه والطوائف الشيطانيه وطوائف المعلومات، وصولا للمستقبل اللي مبني على تاريخ عالم المورين. بس كتفضيل شخصي فنانو ماشين هي القصه الاقل تفضيلا في العالم ده بالنسبه لي. فكره السيستم عموما انا ما بحبهاش، ونانو ماشين بتعاني من نفس المشاكل اللي كانت مضايقاني في سولو ليفلينج، نفس البطل الاوفر باور اللي مش بيعاني نهائيا في اي معركه، واللي اقوى من الجميع، واللي عنده جانب شخصيه واحد بس، الكول البارد الباد اس والعبط ده كله. خلينا اعترف اني مكملها لحد دلوقتي وماشي معاها فصل بفصل، وده بسبب حبي للعالم نفسه ومحاولتي في فهم اكتر للور ده والعالم ده تاريخيا. انما كتفضيل شخصي فنانو ماشين هي اقلهم بالنسبه لي. واخيرا زورنا تورن نيوبي. انا فتحت المنهوة دي قريت اول 5 فصول وعرفت بعد كده ان البطل
البطل حرفيا عريان طول المنهوة قدام، فقررت اني ما اكملهاش، وخصوصا انها قصة هشوف شبهها كتير جدا، مش قصة متفردة ومفيش منها، هي قصة شبه قصص كتير. البطل اللي كان بيلعب لعبة وعبقري فيها وبيرجع يلعبها تاني، فالمنهوة ما شدتنيش في البداية، واللي قريته عنها ما شدنيش اني اكملها، وكمان هي ما عملتش هايب ولا حد مهتم بيها، فده اكد لي اكتر واكتر انها مش شيء مبهر قوي اني اكمله غصب عني. وكل ما بفتكر تجربتي معاها عموما بحس اني ما كنتش حاببها ولا هحبها مستقبلا وبس. لو هتسالني عن بيك مي اب فانا نويت ان شاء الله ان اديها فرصه. الكومنتات كلها في فيديو الترشيحات الاخير قالت ان اديها فرصه لحد الفصل 50، واللي هو رقم كبير جدا بالمناسبه، يعني 50 فصل ان احكم فيه على منهوى ده رقم كبير، بس انا همشي معاكم واقراها لحد الفصل 50. لو فضلت في نفس العبط اللي هي دايره فيه ده هاجي